أول حاجة بارحّب بيكم معانا، سواء الناس اللي في معرفة سابقة أو الناس اللي لسه أول مرّة تشرّفنا، أهلًا وسهلًا بيكم كلّكم. أنا محمود زايد، إن شاء الله هنكون يعني مع بعض في خلال الlive ده، وفي لايفات كتير جاية إن شاء الله. هنبتدي إن إحنا نشتغل على مجال الgraphic، نتعلّم يعني إيه graphic بدايةً من الphotoshop. مدخل الجرافيك بالنسبة لنا هو برنامج الفوتوشوب، وده اللي هنبتدي بيه النهارده. أول حاجة هنبتدي بيها وهو تسطيب البرنامج. أول حاجة بالنسبة لنا، أول حاجة اللي إحنا محتاجين نعرفها إن اللايف ده free، مجاني بالكامل. زي ما عملنا الجروب الناس بدأت إن هي تنضم للجروب على التليجرام. اللايف برضه هيبقى مسجل وهينزل عندي على channel على اليوتيوب، ممكن الناس تبقى تتابعه فيما بعد. للناس برضه اللي ما حالفهاش الحظ وهتحضر معانا النهارده، فممكن تحضر معانا بعد كده أو ممكن إن هي تتابعه على اليوتيوب. فزي ما قُلنا أول حاجة هنبتدي بيها برنامج الفوتوشوب، هنبتدي بالتسطيب البرنامج، هتنزّله منين، هنتعرّف عن الواجهة بتاعته، وكمان هندخل في الأوامر بتاعته والأدوات. هنتعلّم بدايةً من الفوتوشوب، الإليستريتور، وممكن كمان الInDesign، وفي برامج كتير أو في حاجات كتير ممكن نتعلّمها مع بعض إن شاء الله. بس زي ما قُلنا إحنا بدايتنا النهارده بالفوتوشوب. أول حاجة بالنسبة لي وهو تسطيب البرنامج وتنزيله. طيب أنا بانزّله منين؟ للناس اللي ما عندهاش البرنامج، أنا بادخل كده على موقع اسمه desktop. هادخل أفتح الموقع ده كده، هاكتب هنا Adobe Photoshop. هتلاقي عندك 2015، 2017، 2018، 2019 و20، وممكن تلاقي 22، 23 وكمان 21 يعني. إحنا هنشتغل على إيه؟ هنشتغل على نسخة Adobe Photoshop 2020. النسخة دي هتنزل معاك يعني شغالة، ما فيش أي مشكلة، مش هتحتاج crack لإن هي هتنزل متفعّلة جاهزة، هتشتغل معاك بدون أي مشاكل. طيب أنا باشتغل على نسخ أقل من كده، فممكن إن أنا أتابع الكورس والّا لأ؟ ممكن، ما فيش مشكلة، بس في بعض المميزات أنت هتفقدها من خلال تعاملك مع النسخ اللي قبل كده. طيب أنا باتعامل مع نسخ أعلى من كده، هل ده فيه مشكلة؟ لأ، ما فيهوش مشكلة، بالنسبة لنا عادي. طيب إحنا ليه بنتعامل مع 2020 وإحنا في 2023 دلوقتي، كل سنة وحضراتكم طيبين. بالنسبة لنا أنت طالما مش شاري البرنامج، هتشتغل على نسخة متفعّلة أو متكرّكة، الوضع بالنسبة لك هيبقى صعب في النسخ التانية، النسخة التانية فيها بعض المشاكل. فلو أنت عندك نسخة أعلى من 2020 وشغّالة، ما فيش أي مشكلة، اشتغل بيها عادي. طيب أنا هنا عايز إن أنا أنزّل 2020، فهادخل الموقع زي ما قُلنا كده وهاكتب Adobe Photoshop، وهانزّل البرنامج، هادوس هنا على تحميل مباشر، هتلاقي إن هو فتح لك تابة جديدة، الغي دي، ارجع تاني هتلاقي إن البرنامج بينزل معاك بالمنظر ده كده. طيب هتلاقيه إن هو ينزل معاك ملف مضغوط. بعد ما ينزل معايا، بما إن أنا محمّله قبل كده فهاعمل بس cancel. كويس، وهاروح على الملف اللي أنا محمّله فيه علشان أسطّبه. بالنسبة للتسطيب بعد ما تفُك الضغط عن البرنامج، هتدخل كده في الملف بتاعك، أول ما هتلاقي كلمة setup أو هتلاقي الأيقونة بتاعة setup دي، دوس عليها double click كده، هيبتدي إن هو يحمّل معاك بالمنظر ده، هتفتح لك التابة دي، هتدوس على yes، وهتيجي هنا لمّا يحمّل معاك، هتختار من هنا English يدعم العربية، وبعد كده هتدوس continue. هيبتدي إن هو يتسطّب معاك عادي جدًا. بعد ما يتسطّب هتلاقيه هنا كده، تلاقيه هتدوس على Adobe Photoshop والبرنامج هيبتدي إن هو يفتح معاك. أول ما البرنامج يفتح معاك هتلاقيه بالمنظر ده كده، دي الواجهة بتاعته، تمام. أنت بالنسبة لك مش هتلاقي الكلام ده لإن دي حاجات فايلات أنا كنت شغال عليها قبل كده، فأنت لو بتفتح البرنامج لأول مرّة هتلاقي إن الفايلات دي كلّها مش موجودة عندك. دي أنا كنت شغال عليها قبل كده وده ملف الrecent، بيقول لك إن أنت هنا هتلاقي الحاجات اللي أنت اشتغلت عليها من فترة. يعني إحنا لو بصينا مثلًا هنا هتلاقي 5 day، 5 day، 5 day، 4 أيام مثلًا، 3 أيام وهكذا. هتلاقي برضه الsize بتاعها، يعني مثلًا الفايل اللي أنا كنت شغال عليه من 5 أيام ده، هتلاقي إن هو مساحته 33 ميجا. الkind بتاعه اللي هو النوع اللي أنت كنت شغال بيه ده، ملف نوعه إيه؟ هتلاقي إن هو ملف Photoshop، وهنا برضه ملف PNG، Photoshop وهكذا. ملف الrecent ده أنت مثلًا كنت شغال على ملف قبل كده وليكن حاجة زي دي، أنا فعلًا مش فاكر مكانها فين على الجهاز عندي أو أنا مسيّفها فين، فكل اللي أنا هاعمله هادوس عليها بس هتلاقي إن هو بيفتحها لي تلقائي، لإن البرنامج هو عارف هو مسيّفها فين، فمجرد ما أدوس عليها هتلاقي إن هي بتفتح معايا. ده لو هي فعلًا لسه عندي على الجهاز، يعني ما أكونش مثلًا شغّال الفايل ده ونقلته خدته cut من على الجهاز على فلاشة، فالبرنامج استحالة إن هو يتعرّف عليه ويفتحه.
فلازم إن البرنامج أو لازم إن الفايل ده يكون موجود أو still لسه موجود عندي على الجهاز. طيب أنا بالنسبة لي دي الواجهة بتاعة برنامج الفوتوشوب. هتلاقي عندك هنا زرارين مهمين جدًا create new وopen. هتلاقي برضه الhome دي كلها قايمة الhome بتاعتي. هتلاقي فوق هنا في بعض القوائم الmenu bar file edit image layer type select filter 3D view window help. كلها هنتعرف عليها وهنتعرف على الأوامر اللي موجودة جواها. كل اللي أنا هاعمله بس إن أنا لو محتاج إن أنا أفتح فايل جديد. بس قبل ما نشوف فايل جديد، يعني أنا لو كنت شغال على فايلات قبل كده زي دي كده، يعني كنت شغال على فايل مثلًا فوتوشوب أو كنت شغال على صورة باعدّل عليها. فكل اللي أنا هاعمله هادوس على open من هنا. هتلاقي إن هو يفتح لي الملف اللي أنا كنت باشتغل عليه. وليكن مثلًا أنا ممكن أجيب الصورة دي وهادوس على open كده. هتلاقي إن هو فتحها لي على برنامج الفوتوشوب. ده لو أنت كنت شغال على ملف قبل كده وعايز تفتحه عندك، مش شرط ملف، ممكن يكون صورة. طب أنا بالنسبة لي لسه بافتح البرنامج لأول مرّة. هادوس على open والّا هادوس على create new؟ هتدوس على create new. الأمرين دول بالمناسبة موجودين عندي في قائمة فايل. يعني أنت لو جيت في فايل هنا هتلاقي new برضه وهتلاقي open. فتقدر إن أنت تختار سواء من هنا أو من هنا. برضه لو أنت بصّيت على file هتلاقي new وهتلاقي open اختصارات بتاعتهم قدّامهم. هتلاقي إن new مثلًا الاختصار بتاعها control مع حرف الN. وهتلاقي إن open اختصارها برضه control مع حرف الO. فتقدر إن أنت يا إما تجيبهم من هنا أو تجيبهم من قائمة file أو إن أنت تدوس على الاختصار على طول. طب بالنسبة لي مثلًا أنا عايز أجرّب دي، هادوس على create new. أول حاجة بالنسبة لي هتفتح لي الpanel دي كده new document علشان أفتح ملف جديد. بابُص كده بالاقي في بعض المقاسات وبعض المسميات قدّامي. بس برضه دي لسه موجودة في قائمة recent. طب recent دي تختلف عن recent دي؟ إلى حدٍ ما تختلفش كتير. لو كانت دي الملفات اللي أنا كنت شغّال عليها أو التصميمات اللي أنا عملتها، فدي المقاسات اللي أنا فتحتها من قريب. يعني أنا مثلًا آخر حاجة كنت فاتحها مقاس 1200 في 1200 بكسل. الresolution بتاعي كان 72 بكسل per inch. والكلام ده هنتعرّف عليه بالتفصيل دلوقتي. فrecent بتجيب لك المقاسات اللي أنت كنت فاتحها من فترة. مثلًا ممكن أقصى حاجة ممكن تكون أسبوع أو 10 أيام وهكذا. طب ده ما يهمنيش، أنا يهمني مثلًا save. إيه save دي؟ أنت مثلًا شغال على تصميم أو على مقاس كتير. فرضًا أنت بتشتغل على مقاسات السوشيال ميديا كتير جدًا. مقاس السوشيال ميديا اللي بالنسبة لي 1200 في 1200. فأنا مش كل مرة هادخل في الملف هاكتب 1200 في 1200. فباسيّف كده template عندي هنا باحطه في قائمة save. ده خاص بالسوشيال ميديا عندي. بيبقى مقاسات كده أنت بتتعامل بيها على طول، فخلّيها عندك بدل ما كل مرة تدخل تفتحها من أول وجديد. لو أنت بصيت هنا في قائمة فوتو، هتلاقي مقاسات الصور اللي إحنا متعودين عليها 4 في 6 2 في 3 5 في 7 وهكذا. مقاسات الصور الخاصة بالفوتوغرافر. هتبُص هنا في القايمة بتاعة print هتلاقي أغلب المقاسات هنا مقاسات الورق ومقاسات المطبوعات اللي إحنا بنتعامل معاها. يعني هتلاقي ورق زي الA4 هتلاقي الA6 هتلاقي الA5 الA3 الB5 وهكذا. من ضمنها بقى المشتقات بتاعتها زي الB4 الB3 الC4 والC5 وزي ما أنت ماشي كده. طيب في art and illustration خاص برسم اللوجوهات أكتر، خاص بالرسم الكاركتر. يعني الناس اللي بتشتغل logos وبتشتغل branding فبتحب تشتغل على سكتشات تحس إن هي منقّطة كده علشان الرسم بتاعها يكون دقيق. فالفوتوشوب بيوفّر لك المقاسات دي. لو أنت بصيت هنا برضه هتلاقي موبايل and web خاصين بتصميمات الUI والUX. ده مجال تاني خالص خاص بتصميمات الapplication وتصميمات المواقع. فيه هتلاقي الفيلم and video. فيلم and video هتلاقي مقاسات عندك زي ال4K وال2K والHD وكل واحد بمقاساته. هل إن أنا باعمل فيديوهات على الفوتوشوب؟ وارد إن أنت تعمل فيديوهات طبعًا، بس ما بتكونش بنفس الquality بتاعة الفيديوهات اللي بتحصل على برامج تانية زي الPremiere وCamtasia وهكذا. أنت بتعمل short video حاجات صغيّرة كده ممكن ثانية، ثانيتين بالكتير خالص. غير كده وكده أنت ممكن تعمل فريمات تتحرّك مثلًا على مقاسات فيديو. زي مثلًا هتعمل slide كده هيتعرض على الPremiere أو هيتضبّط على الAfter. فبتحتاج إن أنت تعمل المقاس اللي أنت شغّال بيه. طَب أنت الفيديو بتاعك ده هيبقى جودته عاملة إزاي؟ هيبقى مثلًا 4K هيبقى 720 هيبقى 1080. فأنت مش عارف المقاسات دي، فبتضطر إن أنت تيجي هنا تختار مقاس من المقاسات اللي أنت هتشتغل عليها في الAfter Effects أو الPremiere. فدي باختصار مقاسات جاهزة الPhotoshop بيقدّمها لك كمساعدة ليك مش أكتر. طب أنا لو مش عايز أي مقاس من المقاسات دي باعمل إيه؟ ساعتها بقى بتيجي للجزئية دي.
المقاس اللي أنا عايز أعمله بإيدي، عايز أكتب مقاس custom كده default، أنا عايز أعمل مقاس خاص بيّا أنا. فبتيجي هنا في الwidth العرض بتاعك والheight الارتفاع، قبل دول بتلاقي اسم الفايل اللي أنت هتشتغل فيه، يعني أنت الملف بتاعك ده أو التصميم اللي أنت هتعمله ده بتاع إيه، وليكن مثلًا أنا هاعمل تصميم social media بالمنظر ده كده. فهتلاقي عندك إن أنت هنا في العرض والطول من اسمهم width وheight. في هنا وحدة القياس بتاعتك بيكسل، إنش، سنتيمتر، مليمتر، بوينت آخر حاجة اللي هي البيكا. أنا هاشتغل بإيه، أنت هتشتغل كتير جدًا بالسنتيمتر والبيكسل، دول يعتبر وحدتين القياس الأشهر بالنسبة لنا اللي إحنا شغالين بيهم. طب البيكسل هاشتغل بيه إمتى والسنتيمتر هاشتغل بيه إمتى؟ بُص، إحنا ممكن نقسّمها قواعد كده، يعني حاجات مطبوعات وحاجات غير مطبوعات. ففي حالة المطبوعات أنت هتشتغل مقاسك بالسنتي، في حالة الغير مطبوعات هتشتغل مقاسك بالبيكسل. طب غير مطبوعات زي إيه؟ أي حاجة مش هتطبع وأي حاجة هتتعرض على شاشة، لازم إن أنت تشتغلها بالبيكسل مش بالسنتي. طيب أنا مثلًا زي ما قُلت لكم كده أنا هاشتغل تصميم social media، فالسوشيال ميديا مش هيتّبع، ده هيتعرض مثلًا على الفيسبوك، هيتعرض على الإنستجرام، هيتعرض على تويتر، أيًا كان المنصة اللي أنت هتعرضه عليها، فهادوس على pixels، اختار وحدة القياس بتاعتي pixels. طب إيه وحدات القياس التانية دي؟ يعني المليمتر يعتبر إحنا اللي عارفينها، ال10 مللي بيساوي 1 سنتي، الإنش والبوينت والبيكا يعني ما تشغلش بالك بيهم، حاجات إلى حدٍ ما متقدمة شوية، أنا يهمني سنتي والpixels. طب كده اختار لي الpixel زي ما اخترناه في الأول، والعرض بتاعي هاخلّيه وليكن 1200 والارتفاع بتاعي هيكون 1200. طيب الorientation من شكلها كده باينة أنت عايز التصميم بتاعك ده يكون بالعرض والّا بالطول، طبعًا دي في حالة إن أنت العرض غير الارتفاع، يعني العرض كبير، الارتفاع صغير وهكذا مختلفين عن بعض، مش بنفس القيمة زي ما إحنا عاملينها كده، يعني إلى حدٍ ما التصميم بتاعنا ده هيبقى تصميم مربع، ودي تصميمات السوشيال ميديا مشهورة بكده، تصميمات مربعة. فأنا هنا مثلًا دي في حالة إن أنا مختار مثلًا مقاس زي الA4 باعمل بوستر، فالبوستر ده عايزه بالطول، عايزه بالعرض، فبتختار من هنا الorientation ده سواء عرضي أو طولي. الart board دي لو أنت عملت check عليها كده تقدر إن أنت جوّه تفتح كذا مساحة بيضا تشتغل بيها، إحنا لمّا ندخل جوّه هتشوف المساحة البيضا اللي أنا باقول لك عليها اللي هي الart board، فممكن نأجل دي شوية تمام، لحد بس ما ندخل نتعرف على واجهة البرنامج من جوّه، بس خلّينا عارفين إن دي بتسمح لي إن أنا أفتح كذا مساحة عمل جوّه التصميم بتاعي. هننزل تحت هنلاقي حاجة اسمها الresolution، الresolution دي خاصة بإيه؟ خاصة بالبكسلة. بمعنى بنسمع كتير مصطلح إن الصورة دي مبكسلة ليه؟ مبكسلة بتلاقي في بعض المربعات ظاهرة معاك كده لو أنت عملت زوم على الصورة، مثلًا الصورة جودتها إلى حدٍ ما قليلة، فهتلاقي إن الصورة منغمشة، لو أنت متصور صورة مثلًا ممكن تلاقي الصورة دي بهتانة أو الصورة دي فيها مشاكل، فبتقول له إن الصورة دي مبكسلة ليه؟ حتة إن هي مبكسلة فالpixels اللي فيها قليلة، فكل ما قلّت الpixel كل ما الصورة بقت جودتها سيئة. طب معنى ذلك إن أنا أعلّي الresolution، هو أنت هتعلّي الresolution بس مش هيكون بحد كبير، أنت في محكوم بحد معيّن كmaximum وكminimum. طيب بالنسبة لي مثلًا أنا ممكن أشتغل كmaximum كام بنفس الوقت أشتغل التصميم يكون مضبوط، يعني إلى حدٍ ما الmaximum بتاعك هيكون 300. طب الminimum دي في حالة المطبوعات الكبيرة، المقاسات الكبيرة، بتعمل تصميم مثلًا banner هيبقى كبير أو billboard هيتعلق في الشارع وليكن 20 متر في 20 متر، فساعتها ممكن أعمل الresolution بتاعي 20 أو 45 وده مش هيبقى قليل لأ، خلّينا برضه نتكلم على قاعدة مهمة إن إحنا هناخدها إزاي، كلما زاد المقاس قل الresolution، الاتنين بيتناسبوا عكسي مع بعض، كل ما زاد المقاس قل الresolution. طب أنا هنا في حالة تصميمات السوشيال، المقاس قليل، أشتغل resolution كبير والّا أشتغل resolution قليل؟ بُص، أنت هتشتغل resolution متوسط، يعني عايز تشتغل 150 ما فيش مشكلة، هتشتغل 300 برضه ما فيش مشكلة، بس في حالة إن أنت هترفع التصميم ده على الفيسبوك أو على الإنستجرام، فهو هيقلله تاني ل72، فلو عايز من البداية تشتغل بresolution 72 ما فيش برضه مشكلة، بالنسبة لك لو أنت عايز تشتغل 300 عادي، بحيث إن أنت تشوف الصورة جودتها كويسة معاك، تمام ما فيش أي مشكلة. طيب أنا ممكن أخلّيها 300 وهاجي على الpixel per inch، إيه بقى pixel per inch؟ اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنها من شوية، يعني بُص لو أنت قسّمت الصورة بتاعتك دي لإنش، الإنش ده ممكن إن إحنا بنقول عليه بالمصري بوصة، البوصة دي بتبقى تقريبًا 2 وربع سنتي أو 2 ونُص سنتي، تخيّل عندك مربع 2 ونُص سنتي، 2 ونُص سنتي في 2 ونُص سنتي،
في 300 مربع صغيّرين. هم هنا أو دي بتعبّر عن القيمة دي، اللي هي 300 بكسل per inch. فأصبح مثلًا أنا لو الجزئية دي أو المربع ده هو الإنش في إنش، ففي 300 مربع صغيّرين. تخيّل هنا المربع ده متقسّم ل300 مربع صغيّرين. دي تفاصيل الصورة، دي البكسل. البكسل دي بتبقى مربعات صغيّرة بتحتفظ معايا العناصر أو المكونات بتاعة الصورة بتاعتي. فكلّما زادت البكسل دي، جودة الصورة عندي بتزيد، ولو قلّت البكسل فأنت ساعتها بقى بتقول له إن البكسلة أو الصورة مبكسلة علشان البكسل بتكون قليّلة، فتفاصيل الصورة بتبتدي إن هي تبان أو البكسلز تبان قدّام. إنّما لو الresolution عالي، هتلاقي إن الصورة جودتها كويسة جدًا معاك. طيب يعني أصبح بالنسبة لي دلوقتي الresolution ممكن إن إحنا نقول القاعدة بتاعتنا اللي هو كلّما زاد الresolution كلّما زاد المقاس كلّما قَل الresolution. معنى ذلك إن أنا مثلًا في حالة السوشيال هاشتغل resolution ممكن إن أنا أشتغل resolution 300 ممكن 150 ممكن 72. طب في حالة المطبوعات، هنا هتلاقي إن لكل قاعدة شواذ. عندي مطبوعات ورقية وفي مطبوعات كبيرة اللي إحنا بنشوفها مثلًا الإعلانات اللي بتبقى في الشارع، الoutdoor، البانرات الكبيرة وهكذا. طب الورقية، الورقية هاشتغل 300 ما ينفعش تقِل عن كده. أي تصميم ورقي المطبوعات ابتدي إن أنت اشتغل resolution 300. طب التصميمات اللي هي البانرات، ساعتها بتبتدي تقِل بالresolution واحدة، واحدة. فنطبّق القاعدة بتاعتنا بقى لمّا يزيد المقاس يقِل الresolution. وضربنا مثال إن أنا مثلًا لو عندي بانر 20 متر في 20 متر، باشتغل المقاس بتاعي أو الresolution بتاعي ممكن أشتغله 72 ممكن أشتغله 45. طب الcolor mode هنا دي معلش قبل الcolor mode هتلاقي pixel per inch وpixel per سنتي، اوعى تغيّرها عن pixel per inch، دايمًا هتشتغل pixel per inch. كويس؟ الcolor mode هتلاقي عندك هنا RGB، CMYK، lab color، grayscale، bitmap. بُص ما تشغلش بالك بال3 التانيين دول، خلّيك في الCMYK والRGB دول خاصين بشغلنا، هنستخدمهم كتير جدًا. طب معناهم إيه؟ RGB اختصار لred green blue، CMYK اختصار لcyan magenta yellow black. نطبّق القاعدة بتاعتنا من أول هنا برضه، في حالة المطبوعات هاشتغل CMYK، في حالة الغير مطبوعات هاشتغل RGB. هتبُص هنا هتلاقي في 8 بت، 16 بت، 32 بت. دي معناهم إيه أو دول معناهم إيه؟ يعني 8 بت و16 بت و32 بت دول مدى سماحية الألوان عندك في البرنامج. يعني لو جيت كده عملت 2 أُس 8 أو 2 أُس 16 أو 2 أُس 32 طبعًا هيطلع لك أرقام كبيرة جدًا. فالأرقام اللي هتطلع لك دي عدد الألوان اللي موجودة عندك في البرنامج. طب معنى ذلك إن أنا هاشتغل 32 بت؟ لأ، اشتغل 8 بت. طيب ليه؟ ما أنا عايز ألوان كتير. بُص، حوار الألوان ده ما تقلقش منه، أنت كده هتعرف تولِّد كل الألوان، ما تشغلش بالك. فاشتغلها 8 بت علشان البرنامج يكون خفيف معاك وسهل. أنت كده مش هتستفاد بال32 بت، يعني مش هتعمل كل الألوان. حاول تجرّبها كده بالآلة الحاسبة، اعمل كده 2 أُس 32 وشوف القيمة بتاعتك هتطلع كام، شوف عدد الألوان اللي هتبقى متاحة عندك في البرنامج. فدايمًا خلّيها على 8 بت. white أو الbackground دي بتاعتي هتلاقي إن فيها white، black background color transparent custom. دي شكل المساحة اللي أنا هاشتغل عليها جوّه. يعني أنت بيقول لك أنت لمّا تفتح الملف بتاعك عايز المساحة بتاعتك أو اللي أنت هتشتغل بيه يكون لونه إيه، أبيض والّا أسود والّا background color والّا transparent شفاف والّا custom هتختاره أنت. طب أنا هنا واقف على الwhite، أنت ممكن تفكك من الاختيارات دي كلها وتيجي هنا تدوس كده، تختار الbackground أو اللون اللي أنت هتشتغل بيه كده، تختار اللون من هنا وبتبتدي تختار درجته من هنا. فما تشغلش بالك بموضوع الbackground contents دي، أنت بتختارها من هنا سواء white، black، background color، transparent وcustom. بعد كده بتبتدي إن أنت تضبّط المقاسات. بعد ما ضبّطت المقاسات وضبّطت الcolor mode والbackground content والpixel والresolution والحاجات بتاعتي دي كلّها، عايز أفتح ملف جديد بقى، بتبتدي إن أنت تدوس على create، تلاقي إن الملف فتح بالمنظر ده كده. بعد ما أدخل على البرنامج من جوّه، هاتعرّف بقى على الواجهة بتاعة البرنامج أو بمعنى أدق الworkspace بتاعتي. دي اسمها مساحة العمل أو الworkspace اللي أنا هاشتغل بيها أو هاشتغل عليها في برنامج الفوتوشوب. لو أنت دخلت هنا هتلاقي في عندك الأدوات بتاعتك، شريط الأدوات أو الtool bar، هتلاقي الmenu bar فوق هنا، هتلاقي الoption bar والpanels اللي موجودة في الجنب من هنا كده. الwork space دي أو الواجهة بتاعتي دي هابتدي إن أنا أنسّقها بحيث تتماشى
مع الشغل بتاعي اللي أنا هاعمله. طيب بارتّبها إزاي؟ خلّينا نتعرّف الأول إن أنا بانظّم الwork space بتاعتي دي إزاي. باجي هنا من window باختار من هنا work space. هتبُص هنا هتلاقي في كذا work space أنا باشتغل بيها. الdefault بتاعة البرنامج اللي هي essential default. دايمًا هتلاقي البرنامج بتاعك متعلّم عليه بالمنظر ده. طيب خلّينا نرجع للأصل بتاعها، أنا أكيد كنت مغيّر فيها. لو أنت فتحت البرنامج لأول مرّة هتلاقيها بالمنظر ده كده، هتلاقيها عندك بالمنظر ده. هنبتدي إن إحنا نرتّبها مع بعض، بس اللي يهمك أو اللي يهمني إن أنت تعرفه، هتيجي من window workspace علشان تختار reset أو اختار essential default، ولو محتاج ترجّعها لأصلها هتختار من هنا reset essential. ده في حالة إن أنت لعبت في أي قايمة من القوائم دي ولخبطت الواجهة بتاعتك بتاعة البرنامج. طيب أنا مثلًا محتاج الcolor دي أطلّعها لبرّه، ممكن أنت تطلّعها لبرّه كده وتلعب فيها أو تلغيها أو إن أنت تقفلها بالمنظر ده، أو ممكن إن أنت تشدّها عندك وتحطّها هنا كده. الpattern برضه نفس النظام، ممكن أنت تشد كده. دي كلّها قوائم أنا هاتعرّف عليها واحدة، واحدة، بس اللي يهمني دلوقتي إن أنا بارتّب الworkspace بتاعتي إزاي. قايمة learn أنا مش عايزها، ممكن ألغيها كده أخفيها خالص. الadjustment دي أنا باحتاجها برضه، ممكن أخلّيها هنا. الlibrary إلى حدٍ ما باستعملهاش، فممكن إن أنا أشيلها كده. هتلاقي قايمة layers ظهرت لك، دي قايمة الطبقات وهنتكلم عنها بالتفصيل لإن هي مهمة عندي جدًا، جدًا. طب أنا ضبّطت الwork space بتاعتي دي، محتاج بقى إن هي دي تتحفظ عندي أو أخلّيها ثابتة عندي كل مرّة أدخل أشتغل على البرنامج. فكل اللي أنا هاعمله بس إن أنا هاجي من window هاختار من هنا work space وهاختار new work space، وهابتدي إن أنا أسمّيها الاسم اللي أنا عايزه. يعني مثلًا هاسمّيها my work space، وهاجي هنا أبتدي إن أنا أعمل check على دول وهادوس على save. لو أنا جيت في work space هتلاقي من work space كده متسمية عندي my work space وأنا واقف عليها. طب أنا لو جيت غيّرت مثلًا للpainting هتلاقي إن شكل الواجهة بتاعي اتغيّر. طب ارجع تاني كده من window work space وتعالَ هنا على my work space هتلاقي إن الواجهة بتاعتك رجعت للشكل بتاعك تاني. اللي أنا عايزك تعرفه هنا إن أنت لو في حاجة اتلخبطت معاك شِلت قايمة من مكانها، كل اللي أنت هتعمله هتيجي من work space وتختار reset. أو إن أنت تتعامل معاها. يعني مثلًا أنا شدّيت دي كده، محتاج إن أنا أرجّعها تاني، دوس من هنا وارجع كده أول ما تيجي العلامة الزرقا دي سيب، هتلاقي إن الأيقونة اتثبّتت معاك هنا كده. نفس النظام برضه شريط الأدوات، لو أنا شدّيته لبرّه كده، تعالَ رجّعه تاني بالمنظر ده وسيب. في حاجة أو في أمر ممكن الناس برضه هتلاقي إن هو يحصل معاها وتتلخبط فيه. لو أنت دوست زرار tab من الكيبورد هتلاقي إن كل اللي إحنا بنتكلّم فيه ده اختفى. طب أنت لو دوست زرار tab تاني هتلاقي كل ده رجع. في حاجة تانية برضه، لو أنا جيت من window هتلاقي هنا الoption والtool متعلّم عليهم. الoption اللي هو ده، الtool اللي هو ده، لو مخفيين عندك ممكن إن أنت تيجي ترجّعهم من قايمة window هتختار من هنا option وهتختار tool. لو لاحظت حاجة برضه إن الملف اللي أنا شغّال عليه اللي هو social media اللي أنا كنت مسميه برّه، هتلاقي برضه إن هو موجود عندك هنا أهو. وفي نفس الوقت هتلاقي خصائص الملف اللي أنا فتحته مكتوبة عندك هنا، اللي هو إيه، أنت الملف بتاعك كان اسمه social media والمود اللي أنت شغال بيه RGB. لو أنا جيت كده محتاج إن أنا أبُص على الحاجات دي علشان أفهم أكتر الكلام اللي إحنا كنا بنقول عليه. يعني مثلًا ده فرق ما بين النظامين الRGB والCMYK. الRGB طالما هيتعرض على شاشة بتلاقي ألوانه زاهية كده. الCMYK بتلاقي إن الملفات أو الشغل بتاعه بتلاقي إن هو الألوان باهتة إلى حدٍ ما. لو أنت بصيت برضه على صورة high quality وlow quality الresolution فيها عالي والresolution فيها قليل. بُص هنا دي الresolution عالي تقريبًا 300، دي الresolution فيها قليل. مش هاقول لك 72 بس ممكن تلاقيها مثلًا 20، 45 وهكذا. بُص موضوع الpixels اللي أنا كنت باقول لك عليه، المربعات أهي، إنما هنا مش ظاهر عندك الكلام ده كله لأن المربعات زيادة كتيرة. تمام، فده موضوع الpixels. الصورة دي مبكسلة، الصورة دي مش مبكسلة. دي الفرق ما بين الRGB والgrayscale. الgrayscale ده mode برضه إحنا عديناه قلنا مش هنستخدمه كتير، بس استخدامه اللي هو بيخلّي لي الصورة أبيض وأسود بالمنظر ده. ده برضه مثال تاني بالنسبة للRGB والCMYK. دي حتّة الألوان اللي إحنا كنا بنتكلّم عنها 8 بت، 16 بت، 32 بت. فرق درجات الألوان ده أنت بتقدر تولّده عن طريق الكود. يعني أنت مثلًا بيظهر لك الcolor picker اللي إحنا شُفناها من شوية لمّا كنا بنعمل خلفية البرنامج.
وابتدينا إن إحنا نشوف أو نولِّد الألوان اللي إحنا عايزينها. فده الفرق ما بينهم، بُص 8 بت بتلاقي إن هو مدّيك عدد إلى حدٍ ما محدود من الألوان، 16 بت بيبتدي يزوّد لك شوية أو يدمج الألوان مع بعضها، 32 بت وهكذا. أول حاجة بالنسبة لي وأول أداة محتاج إن أنا أتعرّف عليها وهي أداة الmove tool. أداة الmove tool أنا لو وقفت عليها كده بُص بيجيب لك زي navigation كده بيعرّفك الأداة دي بتعمل إيه. لو إحنا بصّينا كده هتلاقي إن هو بيحرّك بيها الأشكال أو أي حاجة عندي في البرنامج أو أي حاجة عندي على الworkspace دي أو الartboard دي. طَب أنا لو طلعت برّه كده وجِبت مثلًا صورة بالمنظر ده، شدّيتها عندي على البرنامج. هابتدي إن أنا تظهر عندي بالمنظر ده، ممكن إن أنا آجي من أي حافة من الحواف من هنا هاصغّرها كده، وبعدين هادوس Enter من الكيبورد، تقدر إن أنت تحرّك أي صورة أنت عايزها في المساحة البيضا اللي عندك دي. لو أنت طلعت برّه كده هتلاقي إن الصورة بتختفي، تمام؟ فأنا هنا باقدر إن أنا أحرّك الصورة بتاعتي جوّه الartboard بتاعتي. دايمًا خلّيك مفعّل الauto select. طيب الauto select دي بتعمل إيه؟ دي بتضمن لك إن أنت أول ما هتدوس على الصورة كده تبتدي إن أنت تحرّكها. لو أنت هنا شايل الauto select وعندك صورة كمان، وليكن هاجيب الصورة دي، أحطها هنا كده وأصغّرها برضه وهادوس enter. من غير الauto select أنت لازم تُقف على الصورة اللي أنت عايز تحرّكها في قائمة layers، عشان كده قُلت لكم إن قائمة layer مهمة جدًا. فأنا مثلًا واقف على صورة الRGB والCMYK في الpanel بتاعة الlayer. فأنا هنا لمّا باجي أحرّكها باحرّك الCMYK والRGB الصورة بتاعتي دي، بس أنا محتاج صورة البنت دي هي اللي تتحرّك، لازم إن أنت تُقف عليها كده وتبتدي إن أنت تحرّكها. فده option بالنسبة لك. فأنا هنا لازم بافعّل الauto select علشان أي صورة باحتاج إن أنا أحرّكها أدوس عليها بس كده وأسحب، بتلاقي إن هي بتتحرّك معايا بالمنظر ده. لو أنا جيت في الجنب كده هتلاقي في حاجة اسمها layer، لو فتحتها في layer وgroup خاصة بإيه؟ خاصة لو أنت عملت group لللايرات اللي عندك. طب أنا أساسًا باعمل group إزاي؟ كل اللي عليك إن أنت هتحدد الصورة دي والصورة دي، لو أنت عايز تحطهم في جروب هتدوس كنترول من الكيبورد وتيجي تدوس هنا كده حدد لك الاتنين، هتيجي تدوس على الfolder اللي تحت ده، عملهم لك في جروب. محتاج إن أنت تسمي الجروب ده هتدوس عليه double click كده وتسميه مثلًا my group وهتدوس enter. كويس؟ فأنت هنا عملت الصورتين دول حطيتهم في جروب وابتديت إن أنت تسميه. فهنا أنت بتتعامل مع إيه، مع الجروب، لو عايز تحرّك هتحرّك الجروب. الميزة دي بتاعة الجروب بتشتغل معاك حلوة جدًا لمّا تشيل الauto select هتلاقي إن الجروب بيتحرّك معاك. طبعًا مش هتحس بالفرق غير لمّا يكون عندك كذا جروب. طَب أنا باعمل جروبات ليه أصلًا؟ بتعمل جروبات علشان لو الشغل أو اللايرات عندك كتيرة بتبتدي إن أنت تقسّمها، كل جروب فيه مجموعة لايرات مرتبطين ببعض، دول خاصين مثلًا بالإضاءة بتاعتي، دول خاصين بالصور بتاعتي، دول خاصين بالكلام، وهكذا بقى على حسب التصميم اللي أنت شغال بيه. طب أنا عملت جروب دلوقتي، محتاج إن أنا أفُكُّه، كليك يمين كده واعمل لي ungroup، الجروب اتفك معاك. تقدر دلوقتي إن أنت ترجع لauto select وتختار من هنا layer وتبتدي إن أنت تحرّك اللايرات بتاعتك بالمنظر ده. حلو أوي. أداة الmove tool فيها option إيه تاني؟ خلّينا بس نقول حاجة بسيطة كده، إن أي أداة من دول لازم إن هو يكون ليها مجموعة من الخيارات هنا أو الoption المساعدة بالنسبة للأداة دي. يعني أنا الmove tool بالنسبة لي لقيت دلوقتي auto select layer وgroup الshow transform control. إيه بقى فايدة الshow transform؟ لو أنا دوست عليها كده فعّلتها ودوست على الصورة دي، بُص ال8 نقط اللي ظهروا لي دول، دول إيه فايدتهم؟ تقدر إن أنت من أي نقطة من هنا تقدر أنت تشِد كده وتكبّر، تشِد وتكبّر، هتلاقي إن أي نقطة بتشدّها بيثبّت لك النقطة اللي قصادها وتكبّر منها. يعني أنا مثلًا هاشِد من هنا، هتلاقي إن هو يكبّر لي النقطة اللي في النُص دي وبيشِد لي من النقطة اللي عكسها وهكذا. فدي فايدة الshow transform. طيب ما دي بالنسبة لي هتبقى مشكلة، إزاي؟ افرض إن أنا عامل أو عملت select بالغلط على دي وشدّيت كده شدّة بالغلط، فدي راحت منّي. طيب ما فيش طريقة إن أنا أستدعيها منين ما أحتاجها؟ في طبعًا، الغي الshow transform دي، اقف على الصورة، عايز تكبّر وتصغّر الصورة كل اللي عليك هتدوس على control مع حرف الT.
نبتدي ناخد بالنا من الاختصارات لإن هي مهمة جدًا، جدًا. فأنا لمّا دوست control مع حرف الT ظهر لي برضه transform، أقدر من هنا إن أنا أشدّها كده، أكبّر وأصغّر زي ما أنا عايز، وبعد ما أخلّص وأشوف المقاس المناسب بالنسبة لي هادوس على enter. طيب في عندي options إيه تاني بالنسبة للmove tool، الmove tool زي ما اتفقنا إن أي حاجة هتحتاج تحرّكها في البرنامج هتحرّكها عن طريق الmove tool. طب أنا في بعض الoption مش ظاهرة عندي اللي هي دي، إيه فايدة دي؟ دي alignment محاذاة، طب هتظهر إمتى؟ لو أنت علّمت على الشغل بتاعك بالمنظر ده كده كلّه. المحاذاة، أنت عندك هنا صورتين محتاج تحاذيهم بالنسبة لإيه؟ تعمل لهم محاذاة كده سنترة أو تخلّيهم على صف واحد، تحاذيهم بالنسبة لإيه؟ لو أنت جيت على ال3 نُقط دول هتلاقي إن نفس دول هم هنا، بس بتحكُّم أكتر، أو على الأقل الalign to. هو بيسألك بيقول لك أنت عايز تعمل محاذاة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للتحديد اللي أنت محدده، يعني هتحاذي الاتنين مع بعض والّا هتحاذيهم بالنسبة للcanvas اللي هو الart board اللي أنت فاتحها؟ أنا غالبًا هاشتغل كcanvas. لو أنت عايز تشتغل selection ما فيش مشكلة. canvas بالنسبة لي أنت مثلًا ممكن تدوس هنا هتلاقي إن هُم جُم على نهاية الart board من شكلها، أو لو عايز تخلّيهم كده، أو لو عايز تخلّيهم في النُص، أو ممكن أنت تخلّيهم لفوق كمحاذاة أفقية، بس دي في حالة طبعًا إن أنا لو عامل الشغل بتاعي بالمنظر ده كده. فأنت هتلاقي عندك إن في محاذاة أفقية وفي محاذاة رأسية. طب أنا بالنسبة لي لو أنا جيت من هنا واخترت align to selection ساعتها أنت هتحاذي الاتنين مع بعض، يعني صورتين كده مش على نفس الصف ممكن تعلّم عليهم كده الاتنين وتقول له أنا محتاج إن أنا أعمل محاذاة كده مع بعض. تعالَ نضرب مثال أكبر، بس خلّينا محتفظين بالصورة. طب أنا في حركة برضه عملتها كده سريعًا لمّا مسحت الصورتين دول. ورجعت تاني بيهم، طب رجعت إزاي؟ بارجع بcontrol مع حرف الZ، بادوس كده control باثبّت إيدي على control بارجع بالZ، بادوس على حرف الZ. اخفي دول من عن طريق الI من هنا، ودي برضه نقطة جديدة، إزاي؟ أنا خافيتهم دلوقتي، دلوقتي أنا خافيتهم بس ما مسحتهمش، طب لو عايز أمسحهم كل اللي أنا باعمله بادوس على الlayer اللي أنا عايز أمسحه، ويا إما بادوس delete من الكيبورد، يا إما باجي أدوس على الباسكت من هنا، هتلاقي إن هو اتمسح معايا من البرنامج كله. طب أنا دلوقتي عايز أتكلم على الalignment فهاجي هنا من أداة رسم الأشكال وهنتكلم عنها برضه بالتفصيل، وهارسم مجموعة مربعات بالمنظر ده، وهاخد من دي نسخة، نسخة إزاي؟ أدوس Alt من الكيبورد وهابتدي إن أنا أشد منها كده بالمنظر ده، 3 مربعات كفاية بالنسبة لي، علّم على ال3 مربعات دول وتعالَ نعمل لهم محاذاة. طب أنت دلوقتي عامل محاذاة بالنسبة لإيه؟ للselection يبقى هيتحاذوا مع بعض زي إيه؟ زي كده، كده أنا خليتهم على صف واحد. طيب لو أنت عامل محاذاة بالنسبة للcanvas لو أنت دوست هنا هتلاقي إن هم يتحاذوا بالنسبة للart board المساحة البيضا. ده مش بس كده، ده في عندي حاجة اسمها distribute بمعنى المسافة ما بينهم. يعني بُص كده، دول المسافة ما بينهم مش متساوية، تقدر إن أنت تعملهم محاذاة على نفس الخط كده، وفي نفس الوقت تعمل لهم distribute بالمنظر ده، تخلّي المسافة ما بينهم متساوية. الdistribute ظهرت عندي أهي، هنا. ومع اختيارك لalign to canvas والّا selection هتقدر إن أنت تتحكم في الalignment زي ما أنت عايز. دي كانت أداة الmove tool اللي أنا باقدر أتحكم في العناصر اللي عندي في الart board أقدر أحركها يمين، شمال، أحركها في أي مساحة في الart board زي ما أنت عايز. طب لو ملاحظين إن في سهم صغير كده جنب المساحة بتاعة أو جنب الأداة بتاعة الmove tool كليك يمين عليها كده هتلاقي في حاجة اسمها art board tool. شُفتوا من شوية لمّا كنا بنتكلم ونقول الcheck بتاعة الart board اللي كانت موجودة في new هنا لمّا كنت باعمل new file، لو أنا دوست هنا كده، علّمت عليها ودوست على create هتلاقي إن هو سمّاها لك art board 1. لو أنت جيت هنا ودوست على art board دي ودوست كده، علّم عليها هنا، في بلاسات كده ظهرت لي، طب دي بتفيدني في إيه؟ اعمل كده zoom out عن طريق العدسة من هنا واختار zoom out كده أو الناقص وابتدي إن أنت تعمل zoom out. واختار الart board دي، دوس هنا زائد هتلاقي إن هو عمل لي art board جديدة، دوس هنا كده هتلاقيه عمل لي art board كده، وهكذا. تقدر إن أنت تعمل كذا مساحة تشتغل بيها في نفس الوقت، وهُم هنا مسميها لك في قائمة layer art board 1، 2، 3، 4. فالجزئية دي إحنا قُلنا هنأجلها لحد ما ندخل جوّه البرنامج وأدينا قُلناها. طيب باشتغل بيها على طول يعني منين ما تضطر، ممكن إن أنت تكون بتعمل مشروع ومحتاج إن العناصر بتاعتك تكون ظاهرة قدّامك،
بس في الغالب الفوتوشوب ممكن تتعامل مع تصميم واحد أو 2 بالكتير، فمش هتستخدمها كتير، بس لو اضطريت إن أنت تستخدمها أدينا قُلنا بتستخدمها إزاي. الغي دي بقى، هادوس على الإكس من هنا هيقول لي أنت عايز تسيّف الشغل اللي أنت عملته أو التغيير اللي أنت عملته، هاقول له لأ، هيخفيها لي. فأنا اتكلّمت على الmove tool، اتكلّمت على الart board tool بكل الoption اللي فيها. الart board برضه كoption، معلش يعني إحنا نسينا نقول النقطة دي. الoption بالنسبة لي أقدر أغيّر المقاس زي ما أنا عايز من هنا، المقاسات الجاهزة اللي أنا كنت باتكلّم عليها برّه. تقدر تغيّر العرض والطول، لو أنت مش عايز مقاس من هنا تقدر تغيّر العرض والطول بتاعه. الbackground بتاعتك، يعني غالبًا هي هتكون بنفس الخصائص اللي إحنا شُفناها في create new برّه، هتلاقي إن هي بيوفّرها لك جوّه البرنامج، ده لو اضطريت إن أنت تشتغل بيها. طب ارجع تاني كده للmove tool اللي لا غنى عنها في البرنامج دي، دي أهم أداة يعتبر عندي في البرنامج، باقدر إن أنا أحرّك بيها الحاجات بتاعتي. كده إحنا اتكلّمنا على أداتين كويسين، الmove tool والart board tool. معانا بعد كده إيه، معانا بعض أدوات التحديد، هننزل واحدة واحدة كده على أداة، أداة ونتعرّف على الشغل بتاعها أو بتعمل إيه عندي في البرنامج. لو أنا جيت كليك يمين كده، اخترت من هنا هابُص كده هالاقي الrectangle mark tool، الelliptical mark tool والsingle row والsingle column. أدوات التحديد عندي في البرنامج كتيرة، أولهم دول، بس إلى حدٍ ما استخدامهم بيبقى قليل شوية، لإن أنا التحديد بتاعي هنا ما بتقدمليش الدعم الكافي في التحديد علشان أبتدي إن أنا أشتغل بيها. طب استخدامها عامل إزاي؟ خلّيني كده أطلع، يعني مثلًا أنا لو جيت فتحت صورة عندي زي دي كده، كل اللي أنا عايز أعمله عشان أفتح صورة عندي على البرنامج باشدّها كده وآجي أنزل على الأيقونة بتاعة الفوتوشوب وهاجي هنا أرميها كده، أول ما تظهر عندي علامة الكوبي دي، هتلاقي إن تقدر إن أنت تدوس كده تشد أو تفتح الصورة معاك بالمنظر ده كده. دلوقتي أنا اخترت الصورة دي علشان أتمرّن على الأدوات بتاعة الrectangle والelliptical. أنا بالنسبة لي دي أدوات تحديد، يعني محتاج إن أنا أحدد جزء معيّن في صورة عندي. وليكن أنا محتاج إن أنا أحدد الشباك ده، أحدده بقى بعد كده أقصه، أغيّر فيه زي ما أنا عايز. فكل اللي أنا هاعمله هاجي هنا على الحافة بتاعة الشباك ده، ممكن إن أنا أعمل zoom عن طريق العدسة دي، أختار من هنا العدسة دي، وهاجي بالplus من هنا هابتدي إن أنا أزوّم كده، أعمل zoom كده. ممكن إن هي أعمل zoom out بالمنظر ده، أو إن أنا أتغاضى عن العدسة وcontrol مع حرف أو زرار الزائد في الكيبورد وcontrol وناقص هيبتدي إن هو يعمل لي zoom in وzoom out. طيب هاجي بأول أداة عندي اللي هي الrectangle وهادوس كده على الحافة دي دوسة وابتدي إن أنا أسحب كده بالمنظر ده. هتلاقي إن هو عمل لك خط كده عليه أو مربع كده على الشباك بتاعي. كل اللي أنا هاعمله كليك يمين وهاختار من هنا حاجة اسمها layer via copy. بُص كده، لو أنت ملاحظ في layer زاد عندك فوق هنا، ده إيه؟ ده الcopy أو النسخة اللي أنت خدتها من التحديد بتاعك. لو أنت جيت على العين دي خفيتها كده، هتلاقي إن الشباك ظهر عندك بالمنظر ده لوحده، تمام كده؟ فتقدر إن أنت تاخد copy بقى من أي حاجة أنت بتعمل لها تحديد. طيب تعالَ نجرب على الباب، هاجي هنا من المؤشر اللي تحت ده أو الscroll اللي تحت ده، هاعلّم على الباب كده، من هنا علّم عليها كده وانزل لتحت بالمنظر ده. طب أنا دلوقتي حددت على الباب، بس أنا عندي فيه مشكلة، إيه بقى المشكلة بتاعتك؟ إن أنا حددت جزء زيادة معايا في التحديد بتاعي. لأ، دي مش مشكلة ولا حاجة. بُص شايف فوق هنا إحنا مش قُلنا كل أداة ليها الخصائص بتاعتها؟ فمن ضمن خصائص التحديد إن أنت تقدر تزوّد تحديد أو إن أنت تنقّص من التحديد أو إن أنت تعمل تقاطع ما بين تحديدين. طب أنت دلوقتي محتاج تعمل إيه؟ محتاج إن أنا أنقّص من التحديد ده. فكل اللي أنا هاعمله هاجي هنا هاختار الminimize دي أو الsubtract from selection وهادوس عليها كده وابتدي إن أنا أشيل الجزء، أعلّم على الجزء اللي أنا مش عايزه، اللي هو ده. بُص كده، تلاقي إن التحديد بتاعك راجع لورا. طب كده التحديد بالنسبة لك تمام؟ تمام. طيب في مشكلة تانية، إيه المشكلة التانية؟ شايف الكشاف اللي فوق الشباك ده أنا محتاجه معايا. طيب أنت دلوقتي هتحدد أو هتزوّد تحديد، تعالَ هنا على add selection وابتدي إن أنت علّم عليه كده وادخل جوّه كده، حدّده لك. بس في أجزاء بيضا معايا مش مشكلة، أنت كده، كده أنت اللي عايز الكشاف، فلو عايز تزوّد تحديد بالنسبة لك، اعمله بالمنظر ده. لو مش عايزه، ارجع كده control Z في التحديد اللي أنت كنت عملته.
بس أنا باورّيك الطريقة لو أنت عايز تزوّد تحديد بتعمله إزاي. طيب أنا حددت الشباك أو حددت الباب ده بالنسبة لي، كليك يمين كده وتعالَ layer via copy هيقول لك لأ couldn't make a new layer. طيب ليه؟ لإن أنت أساسًا مش واقف على الlayer الأساسي، أنت هتاخد copy من إيه؟ من الباب. طب هو فين الباب؟ الباب أهو الأساسي، الصورة الأساسية بتاعتي، فكليك يمين وهتيجي هنا layer via copy، هتلاقي إن أنت قصّيت صورة الباب. اخفي دي كده وارجع كده كنترول وناقص من الكيبورد، هتلاقي إن أنت قصّيت صورة الشباك وصورة الباب والقص معاك أو التحديد بتاعك طلع مضبوط جدًا، جدًا. فالrectangle أو الrectangular mark tool بتقدر إن أنت تحدد بيها حاجات عندك بس تكون على شكل مربع أو على شكل مستطيل. طب الأداة اللي ممكن تخدمني تاني اللي هي الelliptical mark tool، تعالَ كده أقف عليها، بس من شكلها إن هي بتحدد لي حاجات دواير، ونضرب مثال أفضل بإن إحنا نجيب مثلًا صورة القمر ده، هاجيب صورة القمر ده كده أحطه هنا، عايز إن أنا أقص القمر ده، فوأنت بتشد كده التحديد بتاعك، دوس زرار shift من الكيبورد علشان الدايرة تبتدي إن هي ترسم معاك دايرة مستقيمة، ما تكونش شكل بيضاوي أو الشكل فيه لعب بالمنظر ده كده، دوس على shift من الكيبورد. بعد ما تدوس shift عايز تحرّك بقى التحديد بتاعك، دوس على المسطرة من الكيبورد الاتنين مع بعض، يبقى أنت أصبح دلوقتي دايس على shift ومسطرة، تعالَ لي كده شِد التحديد بتاعك لحد ما تيجي على حواف القمر ده كده، وسيب إيدك من على المسطرة وابتدي إن أنت زوّد التحديد بتاعك، بس أنت still دايس إيه، دايس shift ودوس مسطرة تاني، وارجع كده لحد ما تضبطها بالضبط، تمام، وسيب، بعدين اعمل كليك يمين وlayer via copy. اخفي بقى الخلفية بتاعة القمر السودا دي، هتلاقي إن أنت قصّيت القمر بتاعك مضبوط. يبقى أنا عملت إيه دلوقتي، أنا دوست على زرارين من الكيبورد shift وبعدين مسطرة. shift علشان يرسم لي دايرة مستقيمة أو دايرة نُص قطرها متساوي أو القطر بتاعها متساوي، ومسطرة علشان يبتدي إن هو يحرّك لي الدايرة زي ما أنا عايز. طيب الغي دي، من هنا من الX من هنا أقدر إن أنا ألغيها، هيقول لي إن أنت عايز تحفظها والّا لأ، هاقول له لأ. وهاجي هنا من الfolder هاخد مثلًا صورة الcoffee دي، أشدها عندي هنا كده، أبتدي إن أنا أسيبها. من الzoom من هنا، هاعمل zoom in أو زي ما اتفقنا كنترول وزائد من الكيبورد وكنترول وناقص. طب أنا هاجي من الدايرة من هنا أعمل كده، بس طبعًا وأنا دايس shift من الكيبورد، ومسطرة معاك بقى علشان تبتدي إن أنت تضبطها كده. shift سيب إيدك من على المسطرة، لإن أنا شغال دلوقتي بصوابعي الاتنين shift ومسطرة. تعالَ لي لدي كليك يمين كده layer via copy. بعدين بعد ما خدت منها نسخة، تعالَ شدّها لي هنا، حُطّها هنا كده، أو ممكن إن أنا أحُطّها على الكوفي ده بالمنظر ده كده. ممكن أدوس عليها control T زي ما اتفقنا، وهابتدي إن أنا أكبّرها بالمنظر ده كده، وأدوس enter. وممكن آخُد منها نسخة تاني، اتفقنا إن إحنا ناخد نسخة إزاي، alt وابتدي إن أنا أسحب كده علشان ياخد لي نسخة منها، دي كده. كده أنا قصّيت شكل النسكافيه ده مثلًا أو الكوفي دي، وابتديت إن أنا أحُطّهم على باقي الأكواب اللي عندي. فالأداتين دول سواء rectangular والelliptical بيبتدوا إن أنت تقُص بيهم حاجات يعني إلى حدٍ ما الأشكال بتاعتها ثابتة، أو الأشكال مستقيمة، زي مثلًا مربع، مستطيل، أو حتى دايرة. طب هتلاقي عندك في أداتين تانيين اللي هُم الsingle row والsingle column دول بيعملوا إيه؟ دول أنت بتقدر ترسم بيهم بس خطوط كده بالمنظر ده، علشان لو عايز تشد guide اللي إحنا كنا شايفينها لمّا فتحنا التصميم بتاعنا، اللي هي الguide اللبني دي. الguide دي أنا باشدّها من المسطرة اللي عندي فوق دي. تقدر تشد الجايدز اللي أنت عايزها بالمنظر ده. طيب المسطرة دي لو مش ظاهرة عندك بتدوس على Control R من الكيبورد أو Control R كده بتظهرها وبتخفيها، أو من View بتختار Ruler هتلاقي اختصارها جنبها كده Ruler Control وR. طيب دلوقتي الغي التحديد ده Control وD، دول ما لهمش لازمة بالنسبة لي، يعني ما باستخدمهمش كتير، بس إحنا عرفنا استخدامهم عامل إزاي. طب أنا بالنسبة للجايدز اللي أنت شديتها دي أنا مش عايزها، ممكن أنت تشدها كده وترجع بيها تاني أهو، كده ترجع بيها تاني، كده وهكذا.
لحد دلوقتي الدنيا ماشية تمام كتحديد، يعني إحنا اتعلمنا إزاي نحدد أشكال مستقيمة أو أشكال يعني ما فيهاش لعب، ما فيهاش كيرفات، ما فيهاش آآ تعرُّجات أو كده، سواء دايرة، مستطيل، لحد دلوقتي الأمر سهل. طب الغي دي بقى، هيقول لي عايز تسيفها والّا لأ؟ أقول له no. نفس النظام هنا الشباك ده برضه، شيل ده كده no. هتيجي لأدوات التحديد اللي بعد كده بقى وهي اللاسو والpolygonal والmagnetic، وإحنا نازلين واحدة، واحدة كده من ضمن أو بالنسبة لأدوات التحديد، كل ما تنزل لتحت كل ما الأدوات هتبقى عندك أكتر احترافية. يعني إحنا اتكلمنا دلوقتي عن rectangle والelliptical، هندخل على اللاسو والpolygonal والmagnetic، إلى حدٍ ما هيقدموا لك options زيادة. طب ما تيجي نشوف الoption دي هنشتغل بيها إزاي؟ لو أنا جيت مثلًا على صور زي دي، وليكن مثلًا شباك زي اللي إحنا لسه قاصينه من شوية، بس الشباك ده مختلف، تعالَ كده نشده، يمكن شبه الباب اللي إحنا قصيناه. بعد ما شديت أو فتحت الصورة دي عندي، أنا عايز أقص الشباك ده، بس المشكلة في curve هنا أو في corner هنا كده زاوية 90 وزاوية 90، مش هاقدر إن أنا أحددهم بالrectangular. طيب أنا لو جيت هتلاقي في أداة عندي اسمها polygonal، دي بتعمل إيه؟ دي بتعمل لي برضه خطوط مستقيمة بس على حسب ما أنا عايز، يعني أنا هادوس كده وابتدي إن أنا أسحب كده، تلاقي إن هي بتتحرك معاك. ممكن أنت تيجي هنا تدوس عليها كده دوسة وتنزل تحت، دوسة، دوسة، كده. أنت بتدوس بس كليكات من الماوس كده، وكده، كده، كده، وتقفل التحديد بتاعك. وبعدين كليك يمين layer via copy هتلاقي إن هو قص لك الشباك بالمنظر ده. تقدر برضه تعمل نفس النظام هنا على الشباك ده، كده، دي كده، وهكذا. كمّل بقى. وهتيجي برضه click يمين وlayer via copy، بس قبل ما تدوس layer via copy بُص الجزئية اللي أنت قصيتها معاك دي، الجزئية اللبني دي، تقدر إن أنت تيجي هنا بالpolygonal وتعمل subtract. يعني إيه؟ إن أنت هتبتدي إن أنت تحدد دي علشان تشيلها من التحديد بتاعك، أهو. ساعتها بقى تيجي تدوس click يمين layer via copy، بس هيقول لك نفس المشكلة ليه؟ لإن أنت مش واقف على الlayer بتاعك، هتيجي هنا أهو، تلاقي إن هو قصّها لك بالمنظر ده كده. فدي جزئية الpolygonal. طب أنت عدّيت أداة كده اسمها الlasso tool، دي بتعمل إيه؟ لو أنا جيت مثلًا صورة زي دي شدّيتها عندي، برضه نفس النظام، أنا كل شغلي لحد دلوقتي تحديد، قص صور، وده يعتبر استخدام برنامج الphotoshop من أفضل البرامج لتحرير الصور، التعديل على الصور. فطالما تعديل أو تحرير فأنت محتاج إن أنت تقص، فالأدوات اللي إحنا اتكلمنا عنها أدوات مهمة لحد دلوقتي في القص بتاعي. طب أنا هاجي كليك يمين واختار من هنا اللاسو، طب اللاسو دي بتعمل إيه؟ برضه نفس النظام بتحدد لي. طب حدد كده على الشخص ده تاني، نعملها تاني أهو. لو أنت قربت من الحواف بتاعته يبقى كتر خيرك، تبقى الدنيا هتظبط معاك بالمنظر ده كده. تلاقي إن هو حدده لي كليك يمين layer via copy، قص لي الشخص. بس النتيجة مش مرضية بالنسبة لي، ليه؟ لأن أنت واخدت حاجات زيادة. طب ما أنا عندي حل، إيه هو؟ إن أنا هامشي على الحواف، هاعمل zoom كده، هاعمل zoom in، هاقرب كده وابتدي إن أنا أنزل من هنا كده، وهاجي بالlasso tool هابتدي إن أنا أحدد كده عليه. طب ما أنت ممكن إيدك إلى حدٍ ما تشرد منك بالمنظر ده، أو إن أنت محتاج تمشي كده، أو إيدك تسيبها، أنت مجرد بس ما بتسيب إيدك من على الماوس التحديد بتاعك بيتلغي. فكlasso tool كأداة ما أعتقدش إن أنت ممكن تستخدمها كتير، لإن هي محدودة الاستخدام، أو النتيجة اللي هي بتطلّعها مش أفضل حاجة. طب إيه اللي ممكن يطلّع لي نتيجة كويسة؟ الأداة اللي بعدها اللي هي الmagnetic. الmagnetic زي المغناطيس، هي اسمها magnetic مغناطيس. بتعمل إيه؟ بتبتدي إن هي تحط لك نقط كده تلزقها لك في حواف الحاجة اللي شغالة معاك أو اللي أنت بتقصها، بالمنظر ده كده. أنا كل اللي أنا عملته بس دوست دوسة تحت، نقطة تحت كده، وابتديت إن أنا أمشي
على الشخص بتاعي كده. اعمل كده حدد على الشخص بالضبط، ودوس هنا. عوّد نَفْسك وأنت بتستخدم الmagnetic دي إن أنت على أي curve علشان هتحود خلاص دوس دوسة. أنا لحد دلوقتي ما دوستش حاجة، يعني أنا ماشي زي ما هي ماشية كده، باحددها أو بامشي باوجّهها على حدود الشخص بتاعي اللي أنا عايز أقصه كده. طب هنا في جزئية أنا عايز أحود فيها أهو، وهنا نفس النظام كده. تبتدي إن أنت كمّل بقى كده، كمّل، كمّل علشان تقفل التحديد بتاعك. تعالَ لي هنا أهو، وسيب، هتلاقي إن هو حدّده لك. كليك يمين layer via copy، حدد لي الشخص بتاعي كده بالمنظر ده. بس في غلطة هنا أنا عملتها، إيه هي؟ إن أنا قصّيت دي معايا، كنت ممكن آجي من هنا أدوس على دي وابتدي أحدد الجزء ده علشان يقصّه لي من التحديد الكلّي. بس مش مشكلة، ممكن إن إحنا نعملها بعد كده. بس أنا النتيجة دلوقتي طلعت جامدة جدًا. بُص كده، بُص الحواف بتاعتي عاملة إزاي، ما فيش زيادات بيضا بغض النظر عن الجزئية دي، بس النتيجة طالعة كويسة جدًا، جدًا. دي بنتيجة أو بأداة magnetic lasso tool. طب اللي بيخلّي الأداة تشتغل معايا كويس جدًا كده إيه، القيمتين دول، الfrequency والcontrast. الfrequency دي علّيها، خلّيها 100، 150 زي ما أنت عايز. الfrequency دي خاصة بالنقط اللي أنت كنت عمّال بتمشي بيها، وأنت ملاحظ إن أنت وأنت ماشي كده عمّالة ترمي نقط وراها كده. فدي كل ما زوّدتها كل ما النقط كانت قريّبة من بعض، كل ما الدقة بتاعتها كانت أفضل. الcontrast هو مدى سماحية الألوان، أنت بتقول له هنا قلّل لي عدد الألوان اللي أنت ممكن تاخدها. لو زوّدت القيمة دي هتلاقي إن الأداة ممكن تطلع معاك برّه التحديد بتاعك، فقلِّل دايمًا الcontrast وزوّد الfrequency. وطبعًا شُفنا الخصائص دي اللي هي أنت التحديد بتاعك بتحدّده، عايز تزوّد تحديد، عايز تماينس تحديد. لو أنت عايز تاخد التقاطع ما بين تحديدين بتدوس على دي. لحد دلوقتي كأدوات أنا استفدت كتير جدًا من الmagnetic. طَب أنا ممكن أستفاد من حاجة زي دي مقصوصة إزاي؟ ممكن إن أنت تعمل لها أو تنقلها عندك في التصميم أو في المقاس اللي أنت كنت فاتحه ده. لو أنا جيت هنا على المقاس بتاعي ده أو التصميم بتاعي ده، عدِّل على دول كلّهم، امسحهم، والصورتين دول مش عايزهم. ممكن إن أنا آجي أدوس على الباسكت من هنا أقول له بيقول لي delete، أقول له yes، وهنا برضه نفس النظام، أقول له delete أعمل له yes. وتعالَ على الشخص بتاعك ده، شدّه عندك على الصورة بتاعتك هنا. هتلاقي إن هو كبير جدًا لإن الresolution أو المقاس بتاع الصورة دي كان كبير برضه. طَب أنا هاعمل إيه ساعتها؟ اعمل كده control وناقص من الكيبورد، اعمل zoom out. وبعدين دوس Ctrl T من الكيبورد علشان يعمل لك الtransform بتاع الصورة، وتقدر إن أنت تصغّر كده.
طب الأداة اللي معانا بعد كده هتخلّيك تستغنى عن طيب دلوقتي تمام كده؟
فأداة الMagic مهمة